بسم الله نكمل حلقات بقى علاج الخشونة المفاصل. وصلنا احنا قلنا العلاج الغير تقليدي او غير الادويه، زي العلاج الطبيعي وزي تقويه العضلات. خلاص خلصنا الجزء دوت. طيب نعمل ايه بعد كده؟ في بقى علاج بالادويه. بعض الناس بيحتاجوا بانالجيزك، حاجه مسكن الام فقط بس. بعض الناس بيحتاجوا لمراهم نحطها او كريمات او جل بيتحط على الركبه، او بعض اللزات الطبيه بتتحط ان هي امنه شويه عن بتاع، لان بعض الناس عندهم امراض تانية تمنع ان احنا نستخدم مثلا مضاد التهابات. في بعض الحالات بتحتاج مضاد التهابات. طيب لو في التهاب في الركبه، مثلا في تورم في الركبه، لازم حاجات ضد التورمات دي بنعالجها الاول. وزي ما قلنا في اسباب، لو في املاح في الركبه بندي حاجات للاملاح. هل بقى في ادويه لبناء الغضاريف؟ طبعا في ادويه كتير جدا جدا لبناء الغضاريف، زي الهيرونيك اسيد، زي الكوندروتروفين، زي الحاجات دي كلها حاجات بتساعد في بناء الغضاريف. بنديها للعيانين بجرعات معينه، بجرعات محسوبه، ان احنا بنديها بحيث ان هي تبني الغضروف بتاع الركبه، وخصوصا في المراحل المبكره، خصوصا في المراحل المبكره. بعد كده ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل حاجه اسمها حقن تعويضي بالمفصل. كتير جدا بيسألوا يا احمد الحقن دي فيها مشاكل، هتعود عليها؟ هل هي امنه؟ هل فيها مشاكل؟ يا جماعه مفيش حاجه يا دكتور هيقولها لكم مش امنه، اكيد امنه 200%. الجزء الثاني، كلمه تتعود عليها دي الكلمه اللي بسمعها كل يوم كسؤال: يا دكتور انا خدت الحقنه دي هتعود عليها؟ ولو جه ميعادها هتعب مش هقدر اتحرك؟ ده السؤال اللي بسمعه كل يوم من اهالينا، سواء هنا او في اي حته، سواء في الصعيد او في الاقاليم. دايما عندهم المعتقد ان انا لو خدت حقنه في الركبه ان انا هتعب او اتشل او يحصل لي مشكله وبتاع. وما اعرفش الكونسيبت ده جه منين، بس انا قعدت افكر فيها، لقيت بعض الناس مثلا عندنا زي ما تقول خشونه درجات اولى ثانيه ثالثه رابعه. عاده اللي بيوافق على الحقن في روماتوزيد على طول يقول لك موافق 100% الدرجه الرابعه. نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله.